مشان بيخون خزيان مخبق وخلقت خطة من خرزة شاوعة من هضرة اليوم دير قلخة قوب نيفتا القجب خخادوتا رابا قرطة كد بهواية لا خسياميثا ات قاشا اندرو رعد انت الى سياميثا ات كهنوثا وشن عمل فرعيوثة مار فيليكس سعيد الشابي أبسقوبة زاخو ومدبرانا باطريركاية أبرشيوثة القشكل ديتا بشلسيمة الشماشة أندرو رعد الدرغة كهنوتا وأها دخرانة دشليخة مار بطرس وبولس جو أمرة مارجي ورقسب القش صاحب السيادة مار فيليكس سعيد الشابي مطران أبرشية زاخو والمدبر الباطريركي لأبرشية القوش الكلاني بفرح غام أقدم لكم للخدمة الكهنوتية الشماس الإنجيلي أندرو رعد جمة من مواليد القوش سنة 2000 ميلادية والمعمد في كنيسة مار قرداخ الكلدانية في القوش. إنه ينتمي إلى عائلة كلدانية كاثوليكية ملتزمة وممارسة ويشهد لها بالبنات، وقد أنهى دراسته اللاهوتية في المعهد الكهنوتي وكلية بابل للاهوت في عنكاو، ورسم شماسا قارئا ورسائليا ثم شماسا انجيليا بتاريخ 15/8/2025. انا الان ارشحه لاعتقادي وايماني بانه جدير بهذه الرسامه السامه. أندرو دها مشارن سياميد وختانوخة بيشت كهنة تعمد آلها هذا في القلب منه قيرة بقالة شميئة قم آلها وطميم قيم آخر قلب ياوت عهدة بعودة تشمشتة كانوثة مكي خوثة وحبة ولبفيخة دمية دمشيحة كان رابا إنكم وعدا كان لخمة لتويرة مخمشيحة تبرقانا بعلمة قال لكم وعد تبلخت تشمشتخ بأيمانوثة ملتا وصبيوثة أخم شمشانة تعمد آلها مهديانوثة دروحة قدشة إنكم وعدا قال له كم وعدت تقيمت بكاروزوثة تنافد آلها بهيمانوثة وديقدك طالب منا يلبانا مشي حاية تعيتا قاثوريقي إنكم وعدا بدم كم وعدت مشمشت راس قديشة بزدوثة آلها وروحة دصلوثة أخيوبانا دعيتا كالديثة ببريشوثة تشمشتة إفخارستية قداشة وتياوثة صلحتة وانطارة الرازد ناشر نسر وشركة برازد وشوحد آلها قدوشة يناثة مهمة أنهويل وكيلوثة تشمشتخ إنكم وعدا كان اقطعن خلياثة على هاي بالخونة حيلة بيرا دصلوثة وحبه وتشمشته قال لكم وعدت تهاود قورة دصلوثة وطعانا برحمة آلها وشوقانة حديخت كيب منه خمشيحة إنكم وعدا قال له يو تحضيرة دوحة ديالو تاخذ واثق وخثواثق بمشيحة ورحقت من طمع كاروثة زوزة يا رمرامة
هاو براشة ديانو اختالها وتأيتا خعواذا حيرة وهاو تمثلها طاوة عيسى إن كم وعدا قال لكم وعدة المجتمعانوثة الأبسقوبة ديوث ريشان ديتا كلها تمامتها وكاملوثة إن كم وعدا آلها آوا ديود ببراشا ديانو خامي ومشروية تشمشتخ بشاريروثة آو مبارخلوخ ومرخشلوخ التمامتها بحجبونه شيحة شاطر منه كل يوم تخطيطه كل عدار العالمين. آمين. حاوى وبعم عواذا
كل يوم تتخايف اللي دار العالمين. ملوش لقمان ولا بدلت صديقوثا تتشفرت قامحة بصبيوثا ونظيفوثا وقديشوثا كل يوم تتخايف سيدنا ميخا ويقرأ بشكل كروخر بابا واثا كهنة خثواثا ربنياثا مشواثا تبونا خاثا أبونا أمرو برخت سياميدو اديو إلى خيوم بريشة بالتأكيد زودة من عيدة مربطرس وبولس إلى عيدة ليه بعد يومها يوخم زيوحة أثتشمشتا دسياميدا تكانوثا ديلا درغة علاية كوئيتا إلى خليتا ربثا من ماري شمشيحة كما خشخلا المشمشخ رازواثا ليه قديشة بس مناسبة أكيد بياول المجل بخلصت دراسة قاشة خاثة أما وانت مقرو شكر ومطلبات ليه بالمناسبة ممتازة هذه فرصة محكو خقصة ختأمل زورة اللي تكهنوثة واللي تصلوثة خايد كهنة حسيت بابا فرانسيس محكي له كل شاتا بابا ملتقى بقاوة كهنة درامية شريثة صوم رابع كي والله يختأمل فبشاتة التغسري بابا فرانسيس محكي له العلاقة كهنة قريوثح من آلها قريوثح من التسقوطة ريح قريوثح من كهنة خنواثح وقريوثح من عمة مهمنا تتخادم لي ممتطة لي أن رازة لهايو يلقان العيتة دغد شميلا من رازواثة تسميدة اندريلا وخبالة كل ليلة من ديوان أنا خلياثة روحانايدك يا ولا روحات قدشة مشكلة أو عصقوثة للناقد بقاوح كهنة يعني رجل دين أكيد كل مكرس من ربنته وربا التنترين من دار مهم خايد الشيعوثة ديا التنصلوثة وخليتها تكريس القارة خليت براشة ديانة تعالى والتنشولة من علمة من هيتا من جماعة فلا وخا توازن شولة زحمة بايش وناش الناقل أخذ المكرس أدي البريشة ديانح من هنا الناقل بسبخ شولة كهافة يفزدوثة لقريثة ديان خدمتها ديان بيشة وديقت وظيفة ما السبب؟ سلوثة إلى مسافة عندما شلة قرابة 50 دقيقة ساعة تسياميدة كلها دخميرا مسلم بالا لأن مطلبات وصلاواتها كلها هويا كشمشتا صقيثة ونظفتا وعقلتا قمريا لها تا عما مهمة صلوثا مندي قماية أسرالا بعلاقة خوروثا صداقة من مارا إيشا عمشيحة شميلا الذهب يوغالي بالمناسبة لدى الترسبولس مارا هو الداخل تبي صار أذ يصورها بينه وبين مرقطرس لأن مرقطرس
تصحى بالكيرة مارا طلت جاي فقطينا هذه الصورة علاقة قروتة بينك وبين مارا مثل ما مارا كما هو ريشة تشليحي ومارا الدار بقيمته طلت جاي كباقي من بطرس كبدي بطرس هاي تأكيد تأتي علاقة داخل تدمرمة وخروتة تدمرمم داخل تدبانيلة داخل تدمقويلة داخل تمارا أمد أنتم قاويلة تبشار أمد أنتم قاويلة تبشار فهذا خروثة من مشيحة داخل نطرخ له طبعا ليلة حكيتها بس تكامل كل ما يمشي حالة لأن كلهم يوخكان مشركة قاود كانوثة دمارا بقورازة المعموديثة كانوثة دعمة قالوا لا قالوا لك قديشة هذا بابا فرانسيس متخيرا تتبلخخ ومجخ قياما تمقوية ومسفومة يصورة بيننا وبين مارا ومخلصان مشيحة بين تلاعون ليبت تبلخخ مندي بوخايتية وتلاعون بدمسكرخ ورخاثد هذه علمة فكان دايرو سقرية تدمصالة تمارا تدمصالة تروحات قدشة تدمعديانا تمصالة بابا شريانا دخل مارا زلدة عارف هذا يوم قال لهم شرايف الصوم زلدة البرية تمصالة تالا مارا قاضيوة يوم يحكوا له قهافة كبيرة ليل يحكوا له قاضيوة مصروفة فهذا لازم رمخني تدمر مخلة علاقة من مارا شيحة قلب جاء في القيامة خصصة خايد صلوثة كان ليل أبويا خايد صلوثة كل من دي خدمك طايش قلبه واخذ نبلغ بس جرابة مريم ومرتا مريم تولى قمق لاث مارا بشمال كل تليثة ومرتا بابا البكتة بيثة محظورة تدم يقرأ مارا بس ليش ميلة تنياثة مارا كما ميلة مرتا نكذت بيوت مسكرتها مريم ببيلة حصتها إلى بشطاو فبارك ماية صلوثة إلى بناية خوروثة من مارا مخلصانا إيشوان شيحة بارك تريد صلوثة إلى المصوثة قهافة كبيرة عجب ليلة محكوخ قهافة ناشة محكة فلك شامل فدام محكوه لك شامل خذ ناشة إلى محكوه المحكوخ أخذي معناته لب الشمخ الآلام ما في سبب قرية تدم صاروخ مصيف بفخ نسيافة مصيف القادة الآلام بدي يوم مشاكخ من يال زور ديا كنت كافي الهيتا قهافة تلفوناتي بيدي من يال خرازك بفخي تلفوناتي يماثي كياويلي تلفون بيدي تدم تعلي خطص التلفون وتخالص قاسي فآخر هذه الصورة من مارا شيحة قطخنا فسنيقي أخذ شتقة ملك خيالا نعمل شتقة تدور أخذ هيتا داوش بعدان بصوثة بعدان الشتقة آلها بمحكة منها فهذه نقطة كبيرة مهمة أنت بالخونة دي أنت كانت بالخونة دي ما قد لابد وبالخونة أم ناشر قالك وعليا فليبت المراكز ليبت المصف القالد آلها لها وإلى أدانت شتقة تتشاوق مريا لها تتمحكم منه بقيرة ختم الصحفيين تقديشة بابا يوحنا بولس الثاني أمريل ما أنتخكا وتكديهم صغيرة قم قربانا ساعة وزودة ما قوة صغيرة قم قربانا قديشة لك شو أخلق محكة مندي كامل عدانا ليلة تانت محكة إلى عدانا المصرفة بيدعاونك محكة مني فهذا كل كهنة قريلة كل مكرس كل مشيحاية قريلة تداول ناسا تعالى تداول محكة تخدمين شمويل محكي يا مريا هو الأودادي وشمال في هذا اليوم المبارك الذي تفيض فيه نعمة الرب على حياتي أقف أمامكم بقلب مملوء شكرا وتسبيحا رافعا أولا وآخرا الحمد لله الآب السماوي على نعمه الغزيرة التي لا أستحقها وعلى دعوته المقدسة التي اختارني بها لخدمته سائلا إياه أن يمنحني الأمانة والتواضع في السير بحسب مشيئته
أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار لويس رفاعي ساكو الكلية طوبى على دعمه الأبوي ومساندته المتواصلة وثقته التي اعتز بها والتي كانت لي مصدر قوة وتشجيع في مسيرتي الكهنوتية. كما أشكر من أعماق القلب سيادة المطران مار فيليكس سعيد الشابي مطران زاخو والمدبر البطريركي لأبرشية القش الكلدانية على دعمه الكريم وعلى قيامه بإتمام هذه المراسيم المقدسة واضعا بيده الأبوية ختم البركة على هذا اليوم التاريخي في حياته. فشكرا سيدي. كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى سيادة المطران مار ميخا مقدسي على دعمه الأبوي ومساندته الصادقة لي في بداياته، ولا سيما عند دخولي إلى المعهد الكهنوتي، إذ كانت كلماته المشجعة واهتمامه مصدر قوة وتثبيت لدعوتي. شكرا سيدي. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الخور أسقف غزوان يوسف شهارة خور كنيسة القوش على مرافقته الأبوية ودعمه الصادق وإرشاده المتواصل الذي كان نورا في طريقه. كما أتوجه بشكر خاص وبالغ الامتنان إلى معهد شمعون الصف الكهنوتي، هذا البيت الروحي الذي عشت في أروقته 6 سنوات غنية بالتكوين الإنساني والروحي والكهنوتي، حيث تعلمت معنى الطاعة والصلاة والحياة المشتركة وكيف أصغي لصوت الرب وسط صمت التأمل وخدمة الإخوة. فلكل الآباء المنشئين والإداريين فيه أقول شكرا لأنكم كنتم شركاء حقيقيين في تنشئة دعوتي. ولا يفوتني أن أعبر عن امتناني عميق لكلية بابل للاهوت التي تلقيت فيها العلوم الفلسفية واللاهوتية والتي أسهمت في تنمية الفكر وتعميق الإيمان وربط العقل بنور الله. فأدركت أن اللاهوت ليس علما يدرس فحسب، بل إيمان يعاش ويترجم في خدمة الكنيسة والإنسان. كما أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الأب سرمة الدومينيكي على قيامه بإعطاء الرياضة الروحية استعدادا لهذه الرسامة المباركة وما رافقها من إرشاد أبوي وكلمات روحية عميقة ساعدتني على الإصغاء لصوت الرب وتثبيت نعمته في قلبي. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيادة النائب جيمس حازدو على تشريفه لنا بحضوره هذه المراسم المباركة. وأشكر بمحبة خاصة الشمامسة على أدائهم المميز وخدمتهم للترجية الراقية التي أضافت وقارا وجمالا على كما أتقدم بجزيل الشكر إلى جوقة الروح القدس التي تعالى بأصوات ملائكية وأشكر أيضا المصورين والإعلاميين على تغطيتهم المميزة لهذه المناسبة وحفظهم لهذه اللحظات الثمينة في الذاكرة. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة التنظيمية على جهودهم المباركة وتفانيهم في الإعداد والترديد مما أسهم في إنجاح هذه المراسيم. ولا أنسى أن أشكر من القلب كل من جاء من أماكن بعيدة وتحمل عناء السفر ليشاركنا فرحة هذا اليوم، فحضوركم كان بركة عظيمة لي. أما عائلتي العزيزة فأقف أمامكم اليوم وأنا مدرك تماما أن هذه الرسامة لم تكن ثمرة جهدي وحدي، بل هي قبل كل شيء ثمرة إيمانكم وتضحياتكم الصامتة وصلواتكم التي
لم تنقطع يوما. أنتم المدرسة الأولى التي تعلمت فيها معنى المحبة والإيمان. شكرا لكم لأنكم احتضنتم دعوتي منذ بدايتها حتى في لحظات القلق والتساؤل، ورافقتموني بالصلاة والصبر، وقدمتموني قربان للرب قربانا حيا دون تردد. شكرا لكل تعب تحملتموه، ولكل كلمة تشجيع، ولكل صلاة رفعت من أجلي في الخفاء. في الختام أشكر جميع الحاضرين فردا وأطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم لكي أكون كاهنا بحسب قلب المسيح، أمينا في خدمته ومجتهدا في رعاية شأنه. ليبارككم الرب جميعا ويكافئكم عن محبتكم.